السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ريمو، يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريقة الاسكالوب بانيه او البفتيك. هنعمله بطريقة حلوة قوي ولذيذة، وتعالوا نشوف مع بعض الطريقة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا هوريكم مكونات تتبيل الاسكالوب بانيه او البفتيك. زي ما قلت لكم، انا معايا شرايح لحمة بفتيك، شايفين السمك بتاعها. حضرتك هتروحي للجزار هتقولي له انا عايزه شرايح بفتيك. تمام. معايا هنا ميه بصل. طبعا انا ضاربه في الكبه بصلتين ومصفيهم كويس بالمصفى بتاعتنا. نزلت الميه بتاعتهم بالشكل ده. معايا 7 بهارات: جنزبيل، قرفه، وملح وفلفل. معايا تقريبا معلقه روزماري، ومعلقه ثوم مفروم ناعم، عصير ليمونتين، ونص فنجان خل. تمام. دلوقتي انا هحط المكونات دي كلها على اللحمه بتاعتنا، وهبيتها في التلاجة او هخليها في التلاجة لمدة مثلا اقل حاجة 3 ساعات عشان خاطر تشرب التتبيلة بتاعتنا. لو اللحمة بتاعتك جبتيها وحسيتي ان هي اتخن من السمك ده، هتحطيها ما بين كيسين وهتبتدي ان انتي تضربيها بالمدق عشان خاطر تبقى رفيعة وتستوي معاكي بسرعة. دلوقتي انا هنزل مية البصل، بسم الله، والتوابل، والروزماري. الروزماري اختياري، مش شرط ان انتي تحطيها خالص. عايزة تستبدليها ممكن بزعتر، تمام، بس هي بتدي نكهة حلوة قوي. ومعلقة الثوم المفروم، والخل، والليمون. تمام كده. انا بقى هقلبهم في بعض كويس بالراحة كده، لان اللحمة لما بتبقى يعني متقطعة شرايح رفيعة بتبقى مش مستحملة دعك كتير عشان ما تتقطعش مننا. تمام كده. انا هقلبها واحدة واحدة عشان اللي تحت يتشرب برضو من التتبيلة بتاعتها. انا كده تبلت اللحمه من تحت كمان ومن فوق كويس، وتاكدت ان التتبيله وصلت لكل القطع. وزي ما قلت لكم قلبتها بالراحه عشان خاطر القطع بتاعتي ما تتهربتش، يعني ما تفكش من بعض او تتقطع. تمام. في حاجه عايزه اكد عليكم فيها، ان التتبيله دي ما فيهاش زيت خالص، عشان خاطر احنا دلوقتي بعد ما تتبل هنقليها في الزيت بالدقيق والبيض والبقسماط. فلو التتبيله دي فيها زيت، الطبقه بتاعتنا مش هتمسك كويس في القطع اللحمه بتاعتنا. تمام. تاني حاجه عايزه اقولها لكم، ان دي نفس تتبيله الستيك المشوي. تمام. لو انت هتحطيها في الفرن او في القلايه الهوائيه مع اضافه معلقتين زيت مثلا. تمام. يعني انت عندك الطريقه دي، انا كنت صورت حلقه قبل كده تقريبا نفس التتبيله معاها شويه زيت وهتبقى طريقه الستيك بتاعنا. لكن البفتيك ما التتبيله بتاعته ما بيبقاش فيها زيت خالص. تمام. انا دلوقتي ادخلها التلاجة زي ما اتفقنا، يا هتسيبيها ليله كامله عشان تتشرب التتبيله كويس، او ان انت هتسيبيها اقل حاجه 3 ساعات لو انت مستعجله. اللحمه كده شربت التتبيله بتاعتها. هبتدي بقى ان انا اعمل الطبقه الخارجيه بتاعتها، من اللي هي مكونه من هتبقى هنحط اللحمه في الدقيق، بعد كده البيض، بعد كده البقسماط. ده بيضتين معاهم معلقتين لبن وملح وفلفل. ناخد اول قطعه كده،
نحاول نصفيها من الميه. هنحط دقيق، نتأكد ان كل الجوانب بتاعتها بقت كلها دقيق. نضغط عليها كده بالراحة. تمام، وهنفضها وننزلها في البيض كده، الوش ده من الوش ده. بعد كده نحطها في البقسماط، نصفيها من البيض، نحطها في البقسماط. واحنا بنحطها في البقسماط نضغط بايدينا كده عليها، نضغط كويس عشان الطبقة دي ما تفكش مننا في الزيت بالشكل ده كده. انا بعد ما هخلص اللحمة بتاعتي كلها هدخلهم الفريزر 10 دقايق بس الطبقة دي تمسك، وهنبتدي ان احنا نقلي مع بعض. كل الجوانب اهي اتمسكت في بعض كويس. نطلعهم بقى في طبق تاني فاضي كده على جنب، نعمل باقي القطع. هنصفيها من المية، ننزلها في الدقيق، بالشكل ده كده. بعد كده ننزلها في البيض الوشين. تمام، بعد كده البقسماط. انا بقى هكمل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه كده، ولما اخرجها من الفريزر هنرجع لكم تاني. انا خرجت الاسكالوب بانيه اهو من الفريزر بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها. وهنزلها بقى في زيت غزير بدرجه حراره متوسطه. انا مش هعلي عليه النار عشان ما يتحرقش وفي نفس الوقت يستوي كويس من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. نخليه على درجه حراره متوسطه، يعني قريبه للقليله شويه. مجرد ما يبقى دهبي هنطلعه. انا كده خلصت اول واحده اهي، اتحمرت كويس بقى لونها ذهبي وجميل ازاي. هنصفيها من الزيت كويس وهنطلعها على طبق، وهكمل بقيه الكميه بتاعتي. بسم الله. دلوقتي انا خلصت الكميه بتاعتي وقريتها كلها بالشكل ده، وقدمته في طبق وزينته. طبعا ليكم مطلق الحريه ان انتوا تقدموه باي شكل انتوا حابينه، وتقدموه مع رز او مكرونه. دلوقتي انا هجيب لكم بقى واحده نقطعها مع بعض كده ونشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب واحده برضو من النص كده احسن. قطعت معايا بسهوله، شايفين بقى عامله ازاي؟ طعمها تحفه جدا وريحتها تجنن. يا رب تكون وصفه النهارده عجبتكم. متنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وشير للفيديو، واشوفكم في حلقه جديده ووصفه جديده مع ريما. باي باي.